الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستكمل حلقتنا مع حروف اللغة العربية وكيفية نطقها بالطريقة الصحيحة. النهاردة مع حرف الجيم. الجيم حرف يخرج من وسط اللسان. أقول جا، جي، جو، أج. فعلا ألاحظ أن في حركة في وسط اللسان يخرج معها حرف الجيم. طيب الجيم دائما في اللغة العربية لغة القرآن معطشة. أقول جا، ما أقولش جا. جا، جي، جو، أج دي جيم، ولكن جيم العامية ما ينفعش نقرأ بها في القرآن. القرآن دائما الجيم معطشة. أقول جا، جي، جو، أج وهكذا. الجيم إذا جاءت ساكنة فيها صفة اسمها القلقلة، والقلقلة اضطراب أو ذبذبة تخرج تصاحب هذا الحرف إذا جاء ساكنا. ما ينفعش أقول أج، ولكن ذبذبة. أج، أج اضطراب، أج، أج وهكذا مع أي جيم ساكنة إذا كانت في وسط الكلام أو في آخر الكلام. نوضح فرق ظاهر بين الجيم والشين. الجيم أقول أج محبوسة، ولكن الشين فيها جريان للنفس وجريان للصوت. أفهم من كده إني لو نطقت الجيم أو الجيم فيها هذا الجريان يبقى أنا نطقتها غلط. لو قلت أج أنا كده جريت نفس وجريت صوت، وده مش صح. في الجيم أحبس أج، أج مع إبراز القلقلة إذا جاءت ساكنة. بعض الأمثلة توضح القلقلة. البروج، بروج لازم أوضح هذه الذبذبة والقلقلة. يجتبي، يجتبي لازم أوضح هذه القلقلة. الجيم دائما مرققة، ما ينفعش أقول جا ولكن أقول جا، جا، جا. بهذا المثال لو قلت جبار، جا خرجت مني مفخمة، وأنا متأكد أن الجيم دائما مرققة. جيم فتحة جا، جا مش جا، فأقولها جبا، جبار، جبار. بارك الله فيكم. مش عاوزين ننسى أن كلام ربنا سبحانه وتعالى يتكون من حروف اللغة العربية. إذا قرأت كل حرف بطريقة صحيحة إذا هقرأ كلام ربنا بطريقة صحيحة، ونحصل الثواب الأعظم والجزاء الأكبر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما.